تعالي نعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة وطعمها خطير. حاجة كده ميكس بين البسبوسة وبين الكيكة. جربيها، ولو عجبك طريقتها اكتبيلي في الكومنتات. انا هبة ابراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة. هاتي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وسيبيهم يغلوا على النار. واول ما تغلي كده هنعصر عليهم نص ليمونة. بالظبط كده، هنركنهم على جنب. ويلا بينا، هاتي الخلاط، حطي فيه 3 بيضات، هتحطي فيه معلقة صغيرة من الفانيليا او الاكياس الصغيرة بتاعة الفانيليا، كوباية سكر، كوباية زبادي، نص كوباية من الزيت، وعليهم معلقة زبدة. تديها طعم خطير. اضربيهم حلو قوي في الخلاط. هاتي بقى بولة، حطي فيهم كوباية من السميد وكوباية من الدقيق، ونخليهم كويس، وننزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. عايزة اقولك بقى، ورشة ملح صغيرة خالص. اعملي بقى ميكس، وننزل بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط على الخليط بتاعنا. قوامها بيبقى تقيل شوية، هو ده القوام المظبوط. هاتي بقى صينية او قالب، ادهنيه سمنة، وابدأي انك تحطي فيه الخليط اللي احنا ضربناه مع بعضين. دخليها الفرن كده على 180 في الرف الوسطاني. اول ما تاخد اللون الذهبي ده نسقيها بقى بالشربات، وحطي عليهم رشة جوز الهند، وحطي عليها على الوش كريز. خطيرة كيكة رواني، بس تجنن. جربوها، ولو عجبك وصفاتنا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. بحبكم جدا. حاجة كده تحفة. وبألف هنا، باي باي.